حابي بن حورس عليه السلام وفيضان النيل. حابي هو اسم الإله الذي عبده القدماء المصريون لرمز فيضان النيل والخصب والحياة. وفي بعض الروايات القديمة يذكر أن حابي كان رجلا صالحا من ذرية حورس، أرسله الله إلى أهل مصر ليعلمهم شكر النعمة وتنظيم الماء. المصريون القدماء لم يكونوا يعرفون السحاب والمطر كمصدر للماء، فكان النيل هو كل شيء لهم. منه الشرب، ومنه الزراعة، ومنه الحياة نفسها. فلما جاء وقت الفيضان كل عام، كانوا يخرجون إلى ضفافه بالتسبيح والشكر. معنى فيضان النيل عند القدماء: كان الفيضان عندهم ليس كارثة، بل هو عيد وبشرى. حين يرتفع الماء ويغطي الأرض، يترك وراءه طبقة سوداء من الطين الخصب، فتصير الأرض صالحة للزراعة دون حاجة إلى سماد. لذلك سموا الفيضان هبة النيل، ورسموا حابي على جدران المعابد رجلا سمينا يحمل سلتين مملوءتين بالثمار والحبوب، رمزا للعطاء والخصب. ماذا علم حابي قومه؟ حابي عليه السلام علم قومه أن الماء أمانة، وأن الفيضان نعمة يجب شكرها بالعمل لا بالغناء فقط. علمهم حفر القنوات وبناء الجسور الصغيرة لتوزيع الماء على الحقول بالعدل. وكان يقول لهم إن النيل لا يفرق بين غني وفقير، فإذا عدلتم في قسمته بارك الله لكم في زرعكم. وكان يأمرهم بأن يتركوا جزءا من الأرض دون زراعة لترتاح، فهذه سنة الأرض كما هي سنة الإنسان. مكانة النيل في القرآن والتاريخ: ذكر الله النيل ضمنا في قصة موسى عليه السلام حين ألقي في اليم، وذكر مصر وخيرها في آيات كثيرة. وكان المصريون بعد الإسلام يستمرون في الاحتفال بليلة الوفاء للنيل، حيث يلقون عروسا من الخشب في الماء رمزا للشكر، ثم تركوا ذلك وأبقوا على الاحتفال بالماء والزراعة. العبرة من قصة حابي والفيضان: قصة حابي تذكرنا أن النعمة إذا لم تشكر زالت، وإذا شكرت زادت. وتذكرنا أن الماء سر الحياة، وأن الإنسان مهما تقدم فهو محتاج إلى ما تعطيه الأرض والسماء. الفيضان كان يأتي في موعده كل عام، لا يتأخر ولا يتقدم، كأنه رسالة من الله تقول إن النظام هو أساس البقاء. الخاتمة: حابي بن حورس مضى، والنيل بقي يجري. مضى الرجل وبقيت وصيته: اشكروا، اعدلوا، واحفظوا الأمانة. فمن وقف على ضفة النيل اليوم ورأى ماءه يجري، فليعلم أن هذا الماء كان يوما سبب حياة أمة كاملة، وأن شكر النعمة هو الذي يبقيها.